سلام للجميع، رجعت فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم. قبل بداية الفيديو ما تنسوا تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم يعني طبق شهي شهي صدقوني، طعم ومنظر ما شاء الله. الطعم ما نحكي لكمش. بالنسبة للحم راح ندير لكم مفور بأننا مقبلين على عيد الأضحى، حبيت ندير لكم لحم مفور والرز بطريقة المحلات، يعني كل واحد وطريقته. هنا أديت تقريبا كمية كبيرة من اللحم. واش درت هنايا؟ درت زيت تقريبا حدا 5 مغارف زيت. واش نزيد عليه؟ نزيد عليه توابل اللحم، ندير الملح، ندير شوية فاح، ندير شوية كليل، نزيد عليها شوية فلفل كحل، المهم وكركم وشوية كذا حبيتو زيدوا زينة الحمراء زيدوا. بالنسبة واش راح نرحي هنا درت حبة طماطم صغيرة، درت نص راس بصل وزوز فصوص ثوم وفلفلة حمراء، هذا هو راح نرحيهم في الأشوار، وراح نصبهم مباشرة الماريني تاعهم ونخليهم مدة ساعتين 3 4 تقريبا حتى يبات عادي، بيتيه عادي جدا. زيدي لا عندك الرند زيدي، مهم واش تحبي زيدي حتى زعتر، زيدي زعترة، المهم التوابل اللي تضيفيها ديريها، مهم تخليه يريح خير وخير. شوف اذا حبيتي ديري في الكيكوت ديري، إذا بالطريقة هذه يعني بعد ما تمرينيه وتخليه مدة 6 سوايع 5 سوايع، خليه في نقول احنا ديري في الأكياس تاع الشواء، تقدري ديريه وتفوريه ولا ديريه في الفرن كيما حبيتي. شوفي هنا بعد تقريبا 6 سوايع أنا خدمت هاني الصباح، يعني وقت العشاء بديت نخدم فيه. أنا جبت كيما راكم تشوفوا ورق الطهي، من أحسن انكم ديروا ورق الطهي، ما ديروش الورق الألمنيوم ديريكت لأنه غير صحي. شوفي بالنسبة لورق الطهي يعني لازم تضغطي عليها مليح كما راكم تشوفوا، قفلي عليها ما تضغطيش، يعني خلي لها نفس نقولوا حنايا، خلي لها بين ما يخرج هذاك الماء تاع اللحم. يعني انا فورت، يعني فورت ادالي تقريبا حدا 3 ساعات، هو حسب نوعية اللحم. اذا كان لحم نقول حنايا يعني يشد لك الوقت، وكاين لحم لا يعني فمي بالخف يطيب لك. راح نقص الألمنيوم ونضغط عليه كما راكم تشوفوا، لازم نسكر عليه مليح، يعني نخليه يفور مدة 3 سوايع. نروحوا للروز، هنايا راح ندير الزيت والزبدة، راح ندير الهيل وعود قرفة صغير، وندير نجمة الأرض، وندير قرنفل، حبتين قرنفل فقط. راح نقليهم هذوميني، إذا عندك الرند ضيفي الرند، نقليهم مليح مليح. بعد ما يتقلى نزيد عليهم كاس روز، أي نوعية روز عندك، المهم لازم تغسليه مليح مليح. إذا كانت نوعية بتاع بسمتي اغسليه، يعني ديريه بهذه الطريقة. هنا درت الفلفل الكحل، الملح، الكركم، درت التوابل تاع الدجاج، إذا عندك جامبو ديري جامبو، المهم التوابل اللي تقدري ديريها، ديري حتى رشة كمون تقدري ديري. المهم نتقليهم مليح مليح، لازم يتقلوا مليح. ومن بعد راح نمرق بزوز كيسان ماء ونخليهم يطيبوا على نار تكون متوسطة، وراح تحصلي على أروع رز ما شاء الله كما قلت لكم كما تاع المحلات. هنا شوف لي طابلي الروز، بعد ما طابلي قفلت عليه بالألمنيوم وخليته يريح مليح حتى يعني يشرب هذاك الماء. شوف هنا بعد ما طابلي وريح تقريبا مدة نص ساعة، شوف الرز كيف جاني حبة على حبة، يعني ما جاش يتعجن. وسقيته بماء الحم، يعني من بعد ما طاب لي هذاك اللحم يعني راح تصفيت هذاك الماء الحم وسقيته بماء الروز، يعني جاني من اروع ما يكون هذاك الروز مع اللحم ماء اللحم. بالنسبة للحم شوف كيف جاني طايب ما شاء الله، هنا كان سخون، راح نتفتف لكم يعني قيس شوية، ها هو يعني ما شاء الله. هذه هي كانت وصفتنا النهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم، يعني طبق يحمر الوجه. قدمت معاه فريت وبصل كما تشوفوا اللحم، والماء تاع الروز كما قلت، الماء تاع اللحم سقيت به الروز، يعني جاني علامة علامة.
إن شاء الله تجربوها الوصفة وتعطوني رأيكم عليه، نقول لكم مع السلامة.